أنتم الآن مقبلون على زيارة لجولة مغاربية لعدة دول مغاربية. ما هي الرسالة التي ستحملونها إلى هذه الدول المغاربية باعتباركم أول رئيس عربي تأتي به الثورة الشعبية إلى سدة الحكم؟ العودة إلى الأمر الطبيعي. الأمر الطبيعي هو أن هذا فضاء مغاربي كان مفتوح طيلة قرون، ثم أغلق في وجه المغاربيين، أغلق في وجه يعني قبل أجدادنا كانوا يتحركون بكل سهولة، يستقرون في كل مكان يعني من دون أدنى مشاكل. ثم جاءت الأنظمة اللي وضعت هذه الحدود وتعكر صفو العلاقات بين الإخوة، وهذا أدى إلى إفقار المنطقة وأدى إلى ضعفها وأدى إلى يعني ضعف هيبتها في العالم يعني كقوة. الآن نحن أخذنا منعرج تاريخي جديد، أولا بانهيار الدكتاتورية في تونس، انهيار الدكتاتورية في ليبيا، بدأ الإصلاحات الجوهرية في المغرب وفي الجزائر. كل هذا يدل على أننا أخذنا منعطف في السياسة الداخلية، وهذا سيكون له انعكاسات كبيرة على السياسة الخارجية. أنا أعتقد أن هذه فرصتنا التاريخية لإحياء المغرب الكبير، وإحياءه هو ضرورة لكل شعوب المنطقة، لأنه أنا دائما أقول أنه ليس هناك مستقبل لتونس في تونس، وأنا أعتقد أن هناك مستقبل لليبيا في ليبيا، أو مستقبل للمغرب في المغرب إلى آخره. مستقبلنا كل في هذا الفضاء الكبير. كل رجال الاقتصاد يقولوا أنه يعني فتح هذا الفضاء يؤدي إلى رفع نسبة النمو ب2% بالنسبة لكل بلد، لأننا يعني نحتاج إلى بعضنا البعض. إذن هذه فرصتنا التاريخية الآن يعني لبناء المغرب الكبير في إطار بطبيعة الحال في منظومة اللي هي تشبه منظومة الاتحاد الأوروبي، يعني اتحاد الدول المستقلة لكن لها فضاء مشترك يتحرك فيه كل مواطن بحرية. أنا سميت الحريات الخمس: حرية التنقل، حرية التملك، حرية الاستقرار، حرية العمل، وحرية الانتخابات البلدية. هذه الحرية احنا 5 بلدان، تم 5 حريات نقدر نفعلوها هذه السنة. هذا هو يعني هذا هو الأمل أو الحلم الذي يحدوني، الذي سأذهب به إلى إخوتي في الجزائر والمغرب وموريتانيا بعد أن زرت ليبيا. نعم السيد الرئيس، هناك اجتماع مرتقب لوزراء خارجية اتحاد الدول المغرب العربي يوم 17 فبراير من الشهر المقبل. إلى أي حد تعتقدون أنه الآن أصبحت هناك بالفعل إرادة سياسية حقيقية لإنجاز هذا الاتحاد الذي طالما انتظرته شعوب المنطقة؟ هي زيارتي أنا يعني ستكون بين 7 و12 فبراير، حيث ستسبق الاتحاد يعني لقاء الوزراء. ما أتمناه هو أنه على مستوى القيادة يعني يقع الاتفاق على الخطوط العريضة، ثم يعهد إلى وزراء الخارجية وزراء الخارجية المغاربيين يعني بتضمين هذه السياسات. والأمل مثل ما قلت لك هو أنه هذه السنة تكون سنة المغرب الكبير. يعني إيش معنى سنة المغرب الكبير؟ سنة أولا انعقاد القمة، وسنة إحياء المشروع المغاربي، ويعني سنة فتح هذه الفضاءات وتحقيق هذه الحريات الخمس، يعني لا تتطلب إلا قرار سياسي فقط. ثم بعدها إن شاء الله ربما يكون عندنا مشروع في بناء مؤسسات المغرب الكبير، وستكون مؤسسات حقيقية وليست مؤسسات يعني مثل ما وقعت إلى حد الآن، يعني مؤسسات ليس لها لا وزن ولا عمل ولا قيمة. مادام هناك اختلاف موجود ما بين شرعية هذه المؤسسات خاصة الديمقراطية من دولة إلى أخرى، إلى أي حد ستنجحون أنتم يعني في إعطاء زخم للإرادة السياسية المفروض أنها توجد داخل هذه المؤسسات للذهاب قدما لبناء اتحاد مغرب الشعوب؟ هي إذا كان وجدت إرادة سياسية من بلدين يعني الآن تحققت فيهم الثورة، ويعني بلدان بدأ فيها الإصلاح، ونتمنى أن يذهب هذا الإصلاح قدما فنيا حتى لا تحتاج هذه البلدان لا قدر الله إلى يعني الشيء اللي احنا اضطررنا إليه. أنا عندي ثقة الآن أنه يعني منظومة الإصلاح الحقيقي يعني بدأت يعني موجودة في كل البلدان المغربية. إذن
هذا معناه أنه في آخر المطاف ما بقاش هناك خلافات سياسية كبرى، بما أن الآن التوجهات العامة متفق عليها. إذن وجود هذه الإرادة السياسية هي التي ستكون ضمان أن المؤسسات التي ستبنى، مثلا البرلمان المغربي، ستكون مؤسسات حقيقية وليست مؤسسات يعني صورية. هذا هو دائما وابدا نرجع للإرادة السياسية. هي أوروبا لم تبنى إلا لأن كانت هناك إرادة سياسية. ما زال هناك يعني تباعد وجهات النظر حتى على عقول خلافات ما بين المغرب والجزائر. لا أي حد يمكن أن تلعبوا أنتم تونس الثورة دور مهم في تقريب وجهة نظر المغرب والجزائر التي كانت دائما خلاف ما بينهما يحول دون بناء اتحاد المغرب العربي. هو بطبيعة الحال يعني لما تكون هناك خصومة في عائلة ما بين شقيقين، واحد من الأشقاء يجب أن يلعب الدور في تقريب وجهات النظر بين الشقيقين المتخاصمين. تونس ستلعب بكل قوة يعني هذا الدور لتقريب وجهات النظر، لكن أنا شعرت اللي هناك يعني حتى من دون تدخل الشقيق التونسي، ولا شعرت اللي هناك بين الشقيقين الجزائري والمغربي الآن نوعا من التوجه نحو يعني تقارب، باعتبار أنه العالم الآن بعد 2011 والمغرب العربي تغير بعد 2011. يعني هو ليس المغرب 2010 ولا 2000 ولا يعني 2000 مغرب جديد، مغرب الشعوب، إرادة قوية عند كل الشعوب في فض حل مشاكلها، وبالتالي لم يعد هناك استعداد من هذه الشعوب للوقوف أمام هذه العقبات. ولهذا اقتراحي هو أنه مشكل الصحراء يعني يترك للأمم المتحدة، بما أن الأمم المتحدة هي اللي الآن لا هي به، وأنه نحطه بين قوسين. يعني وقت اللي ثم هناك عقبة لا يمكن أن تتسلقها، فإنك يمكن أن تطوف حولها لتواصل طريقك. العقبة تبقى موجودة، يعني نحن لا ننكر وجود مشكل، لكن هذا المشكل نطوقه، نواصل، نفتح الفضاء المغاربي، ندخل في بناء هذا كذا، وآنذاك بتغيير يعني بالمعطيات الجديدة ذلك المشكل القديم نفسه سيجد حل في إطار هذا المغرب الكبير وبصفة طبيعية وسهلة.